وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف. فالضعيف اقتصاديا أو عسكريا أو علميا أو أدبيا المؤمن القوي أحب إلى الله منه. فالواجب على المسلمين إعداد العدة للعداء المؤصل مع أعداء الله الذين لا يؤمنون بلا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يدينون دين الحق. الثاني مساواة وعدم استئثار بالراحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شارك الصحابة، شاركهم في الحفر، شاركهم في حمل الحجارة، شاركهم صلى الله عليه وسلم في الجوع، شاركهم في الظمأ، وهو سيد من خلق الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم إذا كان قدوة أو عالم أو وجيه أو داعية أن لا يمر بأصحابه بأمر إلا وهو معهم يشاركهم ويواسيهم ولا يستأثر، حتى ولو كان في موطن القيادة يريهم من نفسه أنه بذل وأنه ضحى وأنه إنما هو زميل لهم وأخ لهم. بل من الشرف عند العرب أن تكون خادما لأصحابك، حتى يقول مقنع الكندي هذه الأبيات سارت بها الركبان. يقول أبو جعفر المنصور: أبيات المقنع الكندي خير عندي من الخلافة. كان يحكم 22 دولة. يقول ود أن أبيات المقنع لي وأنكم أخذتوا خلافة بني العباس لكم. يقول من ضمن أبياته: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وماشيمة لغيرها تشبه العبد. يقول أنا إذا حصل الضيف تحولت لأني عبد، وأنا ترى انتبهوا ماني بعبد، لكن عند الضيف عبد. هو الواجب على الإنسان أن يخدم أصحابه إذا سافر معهم، لا يجلس يتكي وهم يطبخون وهذا يذبح وهذا يسلخ وهذا يقرب الحطب، بل يفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. قالوا في السير خرج صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فأخذ أحدهم يذبح الذبيحة والثاني يسلخها والثالث يغسل والرابع يأتي بالماء. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا آتي بالحطب. فذهب صلى الله عليه وسلم وأحضر الحطب. يقول أحد العطالين في الحمقى ذهب مع قوم معه فقالوا: قم يا فلان اذبح الذبيحة. قال: والله منذ أن أتت بأمي ما ذبحت ذبيحة. قالوا: أسلخها. قال: من باب أولى أن أسلخها. قالوا: احضر لنا حطبا. قال: وما لي وما الحطب؟ قالوا: اغسل القدر. قال: ما عندي منفعة في غسل القدر. فلما حضروا الطعام قال: والله إني استحيت من كثر ما اعتذرت إليكم من الاعتذار، وقام أكل معهم. يعني ما بقى لا يعتذر لا يأكل، يقول استحيت من الله أن ألقاه أني اعتذرت من هذا. فهذا أدب الإسلام في أنك تشارك أصحابك ولا تستأثر بهم. والثالث: والرأفة بالمؤمنين يوم أشركهم معه في طعام جابر أو الطعام الذي صنعه جابر، فلا تستأثر بشيء. وحذاري إذا سافرت مع قوم وقدمت وجبة صغيرة وهم جائعون أن تشركهم ولو في لقمة، لأن بعض الناس ما عليه إلا من نفسه، يأكل ويجوع الناس ويروى يأخذ الطعام الماء البارد ويجوع الناس. لا، يرفض حاتم الطائي هذا من منطق نخوته العربية وهو لم يهتدي الإسلام. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابنته: يا تياك لو أن أو يا سفان لو أن أباك مسلم لترحمنا عليه. اسمع وش يقول حاتم وهو في الجاهلية، سطر من المكارم أشياء فوق ما يتصوره الناس. يقول: أما والذي لا يعلم الغيب غيره، أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن وازداد يشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم. يقول: والله إني أنام وأنا جائع، وإني أوثر بطعام الجيران والضيوف حتى لا يقال إني بخيل، وحتى يوصينا بوصايا هو، حتى وفق حديث مسلم في الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل طعام فليعد به على فمن كان له فضل راحلة فليعد به على من لا راحلة له أو ظهر له، كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عندك سيارة ومرت في الطريق وأشتر لك ناس قف وأركبهم معك، وإذا بقي طعام فأعطي جيرانك والفقراء والمساكين. يقول حاتم: وما أنا بالساعي بفضل زعمها لتشرب ماء الحوض قبل الركائب. يقول: والله إني مسرع بالبغلة عشان تركب حتى البغلة ما تشرب مع أصحابي، تشرب بغالهم مع بغلتي. ثم إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفه غير واكب. إذا عندك جمل لا تركب وتترك أصحابك يمشون، أنخها فاركبه وإن فين حملتكما فذاك وإن كان العقاب فعاقبه. مرة يركب وأنت مرة. هذا مما سار في هذه الأخلاق. فالواجب على المسلمين مواساة بما فعله صلى الله عليه وسلم في قصة جابر. بل لم يكن صلى الله عليه وسلم أصلا أكل معهم إلا في آخر 10 وثبات. تصور 10 أو 100 وثبة فيها 10 ب1000، يعني 100 مرة وهم يريدون وهو ينتظر صلى الله عليه وسلم ويقدم القوم 10. لكن أين أخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ ومنها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فليعتقد أنه لا أرحم ولا أفضل ولا أسهل ولا ألين ولا أحلم من محمد صلى الله عليه وسلم.
ومنها أن معجزاته في حفر الخندق عليه الصلاة والسلام وتكثير طعام جابر والرياح هي مجموعة من معجزات أخرى صلى الله عليه وسلم التي تضاف إلى مصداقيته وإلى الأدلة القاطعة على رسالته وإلى البراهين الساطعة على نبوته التي أكرمه الله بها، وهي أكثر من 1000 معجزة كما عددها العلماء. فأضف إلى تلك البنود وسدد من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومنها استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصلح مع غطفان ليطمئن على معنوياتهم، ولم يستبد صلى الله عليه وسلم برأيه، بل أمر المؤمنين شورى بينهم يأخذون من آراء علمائهم ونصحائهم وشرفائهم وأخيارهم فيما يؤدي المصلحة العامة، ولذلك وفق عليه الصلاة والسلام. وهذا هو مبدأ الشورى الذي بعث به صلى الله عليه وسلم والذي نص عليه القرآن. الثامن مشروعية قضاء الفائتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر، قال بعض أهل العلم نسيها صلى الله عليه وسلم من المواجهة ومن حفر الخندق ومن الخوف، حتى فأتى صلاة المغرب وحانت صلاة العشاء، فقال صلى الله عليه وسلم شغلونا. أتى عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صليت العصر يا رسول الله، كادت تغرب الشمس في غربت، قال أنا والله ما صليتها، شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وصدورهم نارا. ثم صف الناس فصلى العصر، ثم صلى المغرب، ثم صلى العشاء. ففيها أن من فاتته الصلاة ناسيا عليه أن يقضيها متى ذكرها، لا يتحرى حتى تدخل الوقت، متى ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها متى ذكرها. تقوم 10 صباحا وقد غلبك النوم، ما هي بعادة لكن غلبك، صلها ذاك الوقت. تنسى تذكرها قبل الغروب ب5 دقائق، صلها لا تنتظر الغروب، صلها في تلك اللحظة. من نام عن صلاة ونسيها شرطان. أما من ترك عمدا، قال ابن تيمية العمد لا يكفر بترك عمدا، وبعضهم يقول ابن تيمية لا يقضيها إذا خرج الوقت، أصبح كافر في تلك اللحظة. وبعض العلماء يقول يقضيها وأمره إلى الله سبحانه، لأن من ترك الصلاة فقد كفر، لا يتركها إلا كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين المسلم والكافر ترك الصلاة. هذه من الناحية قضاء الفوائد. ومنها أنها تقضى مرتبة، إذا فاتت العصر المغرب العشاء تعيدها العصر المغرب العشاء، لا تقدم صلاة على صلاة. ومنها أن يؤذن أذان واحد للجميع وتقام لكل صلاة إقامة. ومنها الدعاء على الكافر ولو بعينه، لأن صلى الله عليه وسلم قال شغلونا على الصلاة الوسطى. ومنها أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الصحيح من أقوال أهل العلم، قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه الصلاة الوسطى. من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ومن ترك صلاة العصر حبط عمله، ومن حافظ على البردين الفجر والعصر دخل الجنة. فهذه هي الوسطى على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. هذه المسائل التي جدت في موضوع الدرس. وإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه في بيوتكم ومجالسكم وأنديتكم وسياراتكم ومكاتبكم. أكثروا من الصلاة على هذا الإمام العظيم والمبارك الدال على رحمة الله مفتاح الجنة، الرحمة المهداة، النعمة المسداة. إن صلتنا به صلاة وسلاما دوام الليل والنهار، وعلى آله وأهل بيته وذريته وأصحابه. اللهم إنا نسألك شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا، ونسألك أن تشفعه فينا، ونسألك أن تدخلنا في زمرته، وأن تظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا